بردية العاشقة العذراء. مصرنا القديمة ليست أصل العلوم فقط، ولكنها أيضا أصل الفنون كلها. كان المصري القديم إنسانا رقيقا مرهف الحس، عاشقا للجمال، بهرته الطبيعة وفتنته المرأة، ألهمه الحب أجمل المعاني والكلمات. كان الحب في كلمة قيمة إنسانية مجتمعية عظيمة قامت عليها حضارة كبيرة. لم يخجل أبدا الإنسان الكيميتي من مشاعره العاطفية ولم يخفها، بل تفاخر بها وخلدها في كتاباته، سواء كان رجلا أو امرأة. استوى في ذلك الملوك والنبلاء وأفراد الشعب، حتى الآلهة عرفوا الحب. كانت حتحور إلهة الحب والعشق، وكذلك إيزيس، وكانت شجرة الجميز رمزا وملتقى للمحبين. وقد برع الشعراء في الغزل وعرفوا الحب بأنه هبة السماء تسكبه الطبيعة في كأس الحياة لتلطف مذاقها المرير. قالت الفتاة: بحياة آمون، أنا التي آتي إليك وقميصي على ذراعي. لقد وجدت حبيبي عند الجدول، وساقه كانت في النهر، وكان في انتظاري. قال الشاب: لقد مررت ببيتها في الظلام، طرقت الباب ولم يفتح لي. إنها ليلة جميلة، أيها المزلاج سأفتحك، وأنت أيها الباب إن فيك حظي. هل أنت من وحي إله الطيب؟ متى يتمكن المحبوب من المجيء ويجد بيتها مفتوحا، ويجد سريرا مفروشا بالكتان الجميل وفيه عذراء جميلة؟ كانت هذه ترجمة لبردية العاشقة العذراء، أسرة 19، الدولة الحديثة، كتبت بالخط الديموتيقي.